أحدث كريستيانو رونالدو ضجة كبيرة بتصريحات جديدة حول مستقبل ابنه جونيور، حيث كشف عن جوانب مثيرة في تربيته. بالرغم من الشهرة الواسعة التي يتمتع بها رونالدو، اعترف بصراحة أن جونيور ليس جاهزاً بعد لتحقيق النجاح على أعلى مستوى. وأوضح رونالدو أنه يتبع نهجاً صارماً في تربية ابنه، خاصة فيما يتعلق بالعادات الغذائية، حيث يفرض عليه تجنب المشروبات الغازية مثل الكولا والبطاطس المقلية. لكن الانضباط لا ينحصر فقط في الأمور الغذائية. في المنزل يحرص رونالدو على زرع قيم العمل الجاد والتفاني في جونيور. يتطلب منه الأمر الركض على آلة المشي واستخدام حوض الماء البارد لتسريع عملية استعادة الطاقة، وهو ما يثير شكوى جونيور بسبب برودة المياه. ورغم إصرار رونالدو على هذه الأساليب، يعترف بتفهمه لمشاعر ابنه الصغير. هل ترى أن جونيور سيختار السير على خطى والده